عملية معقدة قامت بها الاستخبارات التركية أنقذت من خلالها شابا فلسطينيا يدعى عمر زين ميم ألف. خطفه الموساد بعد أن عطل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، ما أوجع تل أبيب التي لاحقته لسنوات. فكانت الاستخبارات التركية بالمرصاد وتتبعت خلية الموساد في عملية وصفتها صحيفة صباح التركية بأكبر عملية دولية في السنوات الأخيرة. فمن هو عمر زين ميم ألف الذي لاحقه الموساد؟ هو فلسطيني من غزة من مواليد عام 91، خريج قسم برمجة الحاسوب من جامعة غزة الإسلامية، ويعتبر من أفضل مطوري البرمجيات والهاكرز في العالم. لكن لماذا اعتبرت تل أبيب عمر هدفاً لها؟ طور عمر برنامجاً اخترق من خلاله منظومة القبة الحديدية في الفترة ما بين عام 2015 و2016، ما أصابها بعطل، إلى جانب إنشاء شبكة قرصنت أنظمة أندرويد للهواتف المحمولة التي يستخدمها مسؤولون وضباط إسرائيليين. بدأت محاولات عملاء الموساد الإسرائيلي استقطاب عمر عبر عروض عمل مشبوهة، أولها عرض عمل في النرويج عام 2019 وقوبل بالرفض، وآخر بعد انتقاله إلى اسطنبول للعمل رسمياً، حيث عرض عليه من قبل عميل يدعى رائد غزال في أبريل 2021 العمل لحساب شركة ثينك هاير الفرنسية، وحول بنتيجتها مبلغ 10,000 دولار إلى حساب عمر. وفي أغسطس 2022 تواصل العميل نيكولا رادونجيك مع عمر والتقاه في فندق في اسطنبول، عارضا عليه راتبا قدره 20,000 دولار. تابعت الاستخبارات التركية نشاط عملاء الموساد وإصرارهم على خداع عمر للسفر إلى أوروبا ومن ثم خطفه إلى تل أبيب، وحذرته من خطورة الوضع. وقام مكتب مكافحة التجسس في الاستخبارات بإصدار كافة التحذيرات اللازمة قبيل سفر عمر إلى ماليزيا، وجرى تثبيت جهاز يرسل بيانات آنية بالموقع حتى لو تم إغلاق هاتف عمر. وعند وصول عمر إلى ماليزيا تحركت فرقتان من الموساد تقودهما امرأة ماليزية، واختطفوا عمر واقتادوه إلى منطقة جبلية في سبتمبر 2022، حيث جرى تعذيبه واستجوابه عن طريق اتصال بتقنية الفيديو من تل أبيب على مدار 36 ساعة في محاولة لفهم تفاصيل البرنامج الذي طوره عمر ونجح في إعطاب منظومة القبة الحديدية. ومع إبلاغ الاستخبارات التركية نظيرتها الماليزية بضرورة التحرك، نفذت فرق العمليات الخاصة الماليزية اقتحاما مفاجئا لمكان احتجاز عمر، وجرى تحريره، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق 11 شخصا قاموا باختطاف واستجواب مطور البرمجيات الفلسطيني. وفي الأسابيع الأخيرة نجحت مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز الشرطة في اسطنبول وبالتنسيق مع الاستخبارات التركية في القبض على عميل الموساد في اسطنبول فؤاد حجازي، فيما جرى إعادة المبرمج الفلسطيني عمر للإقامة في تركيا، وجرى تأمينه في منزل آمن بإدارة جهاز المخابرات التركي ليواصل عمله في تطوير البرمجيات.